الجهاز ده انا اول مره اشوفه، ولما انت تيجي تبص كده عليه هتقدر تستنتج الجهاز ده بتاع ايه. هتيجي تبص انت مش عارف مثلا تقعد لو دي لتحت كده، مش عارف اصلا تخش في الجهاز، فهتقوم رافعها وهتقوم نازل لتحت كده وترفع دي كده، تقوم حاطط ده كده بالظبط وتبدا ان انت تنزل وتطلع، تعرف تحلل تمرينك. يبقى انت هنا اهو دلوقتي بتعمل ايه؟ الوزن عايز ينزلك لتحت، بيجبرك على الهيب فليكشن، فيبقى انت اتجاه التحليل الحركي لفوق، فهتعمل ايه؟ هيب اكستنشن. فالهيب اكستنشن مين المسؤول عن الهيب اكستنشن؟ الجلوت. العضلات اللي هنا شغاله ايه وانا قاعد؟ حاسس بعضلات الخلفيه وحاسس بعضلات الاماميه. فالفكره مش ان هو احساس، انت حاسس بيهم ليه؟ الخلفيات شدت لان هي بتساعد مين؟ الجلوتس في حركه الهيب اكستنشن. طب الاماميات ليه اشتغلت؟ عشان دلوقتي مفصل الركبه وانا تحت، هل بحلل تحت؟ لا. فدلوقتي مفصل الركبه متني، فوانا طالع ايه اللي بيحصل في مفصل الركبه؟ بيتفرد، الركبه بيحصل لها ايه؟ اكستنشن. يبقى هنا دلوقتي الاماميات شغاله عشان الركبه، والجلوتس والخلفيات شغاله عشان الهيب.